من أبرز النجوم اللي لمعوا البارح في الماتش ضد المنتخب الكندي كاين الهداف سفيان رحيمي. ولكن واش كتعرفوا مسار البدايات ديالو حتى وصل للمونديال؟ واحد اشتراك القناة واجد اكتشف القصة ديال سفيان اللي ما كانت سهلة وكانت عامرة بالتحديات. سفيان رحيمي ما تولدش نجم، ولكن صنع راسو بالخدمة. تزاد في كازا وكبر وسط عائلة رجاوية، حيت باه كان خدام في نادي الرجاء، ومن صغرو كان كيعيش لكرة القدم كل نهار. المسيرة ديالو بداها مع نادي الرجاء، ولكن قبل ما يفرض راسو داز من واحد التجارب اللي صعيبة وإعارات، وما استسلمش ورجع أقوى. ولا نجم ديال الرجاء البيضاوي، وساهم في التتويج ببطولات خصوصا الكونفدرالية الإفريقية، وخلى الجماهير ديال الرجاء تعشق الطريقة ديال اللعب ديالو. من بعد شد الرحال ديالو للإمارات ووقع في الهلال الإماراتي، وتماك انفجر بشكل كبير وساهم في حسم تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا وحصد جوائز فردية. الرحيمي ماركا مع المنتخب 8 البيوت في 6 المباريات في الألعاب الأولمبية ديال باريس، ولا أول لاعب في تاريخ الألعاب الأولمبية كيماركي في 6 الماتشات اللي متابعين. البارح سفيان رحيمي ضد المنتخب الكندي كلشي هضر على البيت ديالو، ولكن واش شفتوا الخدمة التكتيكية اللي دارها سفيان في الماتش؟ سفيان رحيمي ما كانش غير مهاجم اللي كيتسلى نافال، كان أول مدافع في الفريق. مع أول دقيقة كان كيضغط بقوة على المدافعين ديال المنتخب الكندي وكيخليهم يلعبوا كرة طوال، وهذا الضغط خلى المنتخب المغربي يسترجع الكرة بسرعة. الحاجة الثانية اللي كانت باينة وهي التحركات ديالو بلا كرة. الرحيمي كان كيبدل الأماكن ديالو باستمرار، مرة تيدخل لوسط الملعب، مرة يجر المدافع معاه باش يخلق مساحات للأجنحة واللاعبين اللي جايين من وراه. من بعد ملي كان المغرب كيربح الكرة، الرحيمي كان كينطلق بواحد السرعة كبيرة للمساحات وكيعطي حلول في الهجمة المرتدة، وهذا الشيء خلى دفاع كندا يبقى ديما تحت الضغط. حتى ملي ما كانتش كتكون عنده الكرة كان كيساهم في التوازن الدفاعي وكيرجع يساند الظهير، وهذا خلى الجهة ديالو صعيبة على المنتخب الكندي. هاد النوع ديال اللاعبين ما كيتقاش غير بالبيوت، كيتقاس بالتأثير ديالو ولا طريقة اللعب الفريق. واش بالنسبة لك سفيان رحيمي كان رجل المباراة ضد المنتخب الكندي؟ ولكن رجل المباراة كان هو أناحي اللي يستاهل، اللي قدم مباراة جميلة واللي هضرنا عليه في الفيديو اللي فات. تشاو ونشوفكم في فيديو جديد.